نشوف تحليل المقادير الجبرية. من حالات تحليل المقادير الجبرية أنا عندي اقتران أو مقدار جبري هو 2x زائد 3 الكل تربيع. لما بدي أحلل هذا المقدار علمني أنه الحد الأول قاعدة التحليل هون الحد الأول تربيع زائد 2 الحد الأول مضروب بالحد الثاني زائد الحد الثاني تربيع. هذه القواعد لازم نحفظها، احنا راح نبدأ نحل بهذه الطريقة. إذا المقدار بتاعي الحد الأول مين عندي هو 2x الكل تربيع زائد 2 من القانون. الحد الأول هو 2x مضروب بالحد الثاني هو 3 زائد الحد الثاني تربيع اللي هو 3 تربيع. بعد ما نفذنا القانون بدنا نيجي نبسط المقدار. 2 تربيع 4 x تربيع x تربيع. إشاراتي كلها موجبة، موجب ضرب موجب ضرب موجب، إذا أنا راح أضل موجب. 2 ضرب 2 4 ضرب 3 6 مضروبة في x 6x زائد الحد الثاني تربيع هو 9. طب لو أنا حبيت أختصر، إذا إجاني سؤال مع دائرة بدي أحل مباشرة ما بدي أستخدم هذه الخطوات. هذا القانون أنا لازم أحطه في عقلي وما بخطأ فيه. عارف أنا لما إجاني مقدار جبري بيتكون من حدين الكل مرفوع للأس 2، نيجي بنحكي له الحد الأول تربيع مباشرة بدي أربع 3x، إذا هي x 9x تربيع، ربعت الثلاثة ربعت الإكس. القانون بيحكي لي 2 الحد 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني. 2 بدي أضربها ب 3x 6x مضروبة ب4 هي 24x. كمان مرة أنا حافظ القانون مش بحاجة إني أكتبه في ضع دائرة. بحكي لنفسي الحد الأول تربيع، إذا الحد الأول ربعته 3x و9x تربيع. 2 مضروب بالحد الأول بالحد الثاني، إذا 2 ضرب 3 6 6x مضروبة في 4 24x، بروح أربع الحد الأخير اللي هو 16. شوف لما يكون عندي جايني سؤال حل لازم أحل بالخطوات عشان ما أخطأ في خطواتي. أما إذا أنا متمكن من القانون، متمكن من العمليات الحسابية في ضع دائرة مباشرة بنفذ القانون بعقلي بوجد النتيجة اللي طلعت معي. طب يا مس لو كان عندي أنا 2x ناقص 1 الكل تربيع، هنا إشارتي اختلفت، راح يختلف قانوني؟ راح يختلف بعض الشيء. راح يحكي لي الحد الأول تربيع اللي هو 2x الكل تربيع. راح اجي هون موجب ضرب سالب راح يعطيني سالب، اذا الحد الاول موجب والثاني سالب ضربتهم في بعض الاشارات اعطاني سالب. 2 من القانون الحد الاول 2 مضروبه بالحد الاول مضروبه بالحد الثاني. هون ما بنكتب سالب 1 لاني من البدايه انا خلصت من الاشارات ضربتهم في بعض. والحد الاخير راح يحكي لي تربيع اللي هو 1 تربيع. راح نبسط المقدار اللي هو راح يكون 2 تربيع 4 x تربيع هي x تربيع سالب ضرب موجب ضرب موجب هي سالب 2 ضرب 2 x ضرب 1 هي 4 x زائد 1. إذا بهاي الطريقة إحنا حللنا نوع آخر من أنواع تحليل المقادير الجبرية.